فروشی بیران اول دائما ایمان ایده چکامان دور به جوانی و تکی بود و دور هر کتوانه دی مسانج لمیش و آرزو نابو نمونی خوی بکن و هر جوانی مسینکانی بی لبابا سکانی دیواره کوری امرومان سایبان بدون سری دور برای مسازدار که ابو دیواره بو یکم جار لمن برو دوانداری من یکن شاعری خلوموری البته این اصل هم کسایتیه خزانی جلسان گوادی رواشات جنوسری کی بالا لهمو بوارکان شو البته یارون لو بدايه ادبیات کلیات زوری و سینگانی با عربیه امی ورشاد بین بدأ شعركاني يواداري بالمكان في الأرض أول تاريخ كثير كنا مداري زو خوي أبي مداري زو بسيرة وكنوسير لدواي نوجو بسير من شعري أبي بسير كان يبغى شاعري دوما كان أديب بهاي دروس ناس راور أبيش راون بدني إشاف كلاو بدني كفي عملية نقول إن شاء الله نقابل بلدة سكرنا من لو زيادنا احنا كان في المكاتبة طبعا بيجي ويا كم جاب نعم أقول فتاة بيننا الرزق لا يجي جاوز مطلوب الصوت ناقع زوجي وحبيبي جلال يعني فجر بي هذا الالهام الشعري يعني انا هم ما اعرف شلون بعد موته يعني تقريبا سنه كتبت هذا الديوان وكليته يعني على جلال فقط ما عندي يعني شعر موضوع اخر وعندي هسه طبعه اخرى يعني ديوان ثاني محضرتها بس باقي ينطبع أحب أقرأ لكم بعض القصيدة بعنوان حبيبي سألت هذا الصمت بين زهرة الصفار وحبي المهجور في صدري طفلة صغيرة تنظر نحو عيني تطير في بحورها تطير بلا مطر والأبواب معلقة يا جلال الروح أتمنى أن ترجع لليوم الرفقاء حتى تعرف مدى اشتياقي إلى سراء أنفاسك ماضينا يخرجنا بين المراتب والمحطات إلى كتاب موشومة بالحب فرحينا في فلاح عجوز بحق ننقل بقايا رماد الحزن بأمسيات ملونة نحلق بسرنا الأخير نودع أحلام الأرواح. مساء الخير، مساء الحب والمحبة في هذا الأمسية الجديدة بحضوركم الأدباء المثقفين في محافظتي العزيزة كركوك. للشرف بحضوري أمامكم لتعرفوا عن نفسي ونصوصي الشعرية، وللعلم أني كركوكي أتمنى ينال
رضاءكم محبتكم وشكرا. يوارتان باش يواري شيرتان باش زور خوشحاڵی بامەدەبوونی بەڕێستان زۆر سوپاسان دەکەینەوە ئەم ئێوارەیە کاتی خۆتان لە ئێمە بەخشی بوو هاتن گوێ لە شێعرەکانی ئێمە دەنێت. هیوادارم شێعرەکانمان لەو ئاستەدا بێت کە ئێوە کاتان لە ئێمە بەخشی بوو. ڕاستە من ئەندامی یانەیەکۆ فێرێکی یانکۆ بێقایەوە بەسەما گایەکەمان نازم دەکراوە بەڵام کار شێت دەیەڵا یا شێری ئازاد بخير بيس دەکەیای حال ناشط ناشط هەموو ژانێکی سەردا لە بۆی بڵ نابێتەوە ئەنفان. لە بیابانی واندا 1001 خەونی کوژراری ئێمە کە کتێبخانەکەمان بۆ بەدرەخێکی سەوز لە عاساکەی دایک. کاسەی تەمەن گەشتووەتە نیوە زەنگی ئیری. سەدایەک لە کەتووکەوە یان خەزار دەچڕێت شکر خەیال. ساڵ 12 مانگە خەمی بە کۆڵ دەگێڕن کەرکووک. ژن و پیاوی ڕۆژهەڵات هەرێک لە ژوورێکدا تەنیایی دەنووسنەوە. لە خۆشخانەی کەرکووک شاهیدە لە نێو فایلێکدا هەڵگیراوە خەمەکانی باوکم. لەم ڕۆژگارەدا ئەحلامەکان زۆرن، ئەمەتەکان کەم. لە یەکەمین نیگا خۆیدا بەدەستەوە سەربازی بڵ. هاي السماعة كانت هاي السماعة اللي كانوا يطلعها بالآن. هاي القصيدة طبعا من حكايات القبلة الأولى. أوصل عبد الله قبلني قبلة رقيقة جدا تشبه سكونه الأدبي يبدو عليها الخجل، وكانت شرارة القبلة الأولى بلاد الأمل في آفاق الحب. وسألني: هل لي في قلبك مكان؟ وهل أحسست في الحب يوما؟ شعرت برعشة في هذا القلب الطفل ولمعة عينيه وتلاعب الكلمات. شعرت كما يشعر الآخرون بحياة، برشفة بيدي، بتسارع نبضات قلبي، بل حتى أوجعني حين بادلني السلام بتلك القبلة الخالدة. كان قلبي وهو قلبي يرتفع، وأنفاسي تخرج صدري الهش حينما اقترب، ولم أستطع أن أحبس دموعي. كي لا تفضحني حين أراها
شعرت ببرودة أصابعي ويداي يملأها الماء من شدة خجلي. كانت أنفاسه كالنار تحرق جسدي. مساء لست فيه، ليل محموم بضوء القمر وحبيبي قد نام. أعانق الحنين بأحلام تحتنا، أنظر خلسة عند النوافذ والله حبيبي قد نام. أهتف باسمه وعلى شفتي موال، لا شيء سوى الشوارع والحمير والأضواء خافتة وشبح الأمنيات في عيون حزينة وقد رحلت. أيها الشوق المبلغ بالدموع، زاد الشوق لحبيبي أخذه الله. بائع الصفار من جوار ناجي، من يبتاع مرارة الصبر؟ أقول أنا أجرع مرارة الصبر. بالوصول إلى حبيبي، أهلا أهلا، أعطني حاجتي فأنا منقلبا بالحزن. وداع الأخير، طبعا هذا يوم وفاته، ودعني بنظرة العينين. أخذ يكأكل بالكلام، كان يريد أن يقول لي شيئا يستقرني فيه بعد الفراق، لكن يدري أنه كانت أسرع. كهذه العيون تاريخ أختصره بنظرة إلي، من أول نظرة كانت مفعمة بالحب والإعجاب إلى آخر نظرة الوداع. يا إلهي ما أنسى هذا، وما معنى هذا أن تخلع روحك وأنت لا تدري، أن يتحطم قلبك وأنت صاحي. إنه ألم يفتت الصخر ويقطع المطر ويبدأ الشجر ويحجب الشمس والقمر. الحمد لله حبيبي الله. ممكن محيط بعيد لن تصل قطرات الندى إلى قمر، إنه قلب. كانت ثقيلة من السعد تحملها الحياة. دوران انتظار طويل وسط الدائرة غباء. أوراق الربيع حلم على إنق امرأة الشمال، نافذة مفتوحة امرأته في البستان